السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة جدا لنزف دهون الجسم كله كامل وخاصة الكرش. نبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قبل ما نبدأ يا ريت لو عجبك الفيديو تعملي لايك وشير ومشاركة القناة وفعلي زر الجرس يوصلك مني كل جديد. واسفة على التأخير ما بين الفيديو والفيديو، باخد وقت بس معلش ظروف كده وهتعدي ان شاء الله. اولا نبدا بسم الله. اول حاجه هنحتاج هو المكونات بسيطه جدا، هي عباره عن حاجتين اتنين بس، ليمون وكمون صحيح. هنعصر الاول ليمون عشان الليمون طبعا انت عارفه ما ينفعش تغليه على النار، كل الفيتامينات اللي فيه هتدوب او هتضيع. فاحنا هنعصر الليمونتين الاول، هنعصر ليمونتين وهنخليهم على جنب. على العصير بتاع الليمون هنخليه على جنب لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل. عبال ما نعصر الليمون ونشوف ايه اللي انا بعمل ايه، هقولك حبه على فوائد الكمون. الكمون يقلل الكوليسترول الضار ويزيد الكوليسترول النافع، يوجد فيه نسبه كبيره جدا من الحديد، ويحسن المناعه ويقلل نسبه السكر في الدم. كمان يساعد على عملية البناء الغذائي، ويساعد على إنقاص الوزن لأن فيه مضادات أكسدة ومضادات التهاب، ويساعد خلايا الجسم على الاستفادة من الأنسولين، ويزيد عملية الحرق. دي فوائد الكمون. والكمون ليه كذا طريقة صراحة، دي واحدة وهقولك كمان اتنين كده اهوت هتعمليهم. دي للناس اللي بتاعت الليمون، دي للناس اللي يعني معدتها كويسه، ما عندهاش مشاكل في المعده، قرحه ولا التهاب ولا اي حاجه، تعمل الوصفه اللي احنا بنعملوها دلوقتي دي. احنا عصرنا الليمون وكمان بنخرط قشر الليمون، بنخرطه ونقطعه صغير عشان هنحطوه يغلي مع الكمون. ده الكمون هاخده اشطفه واجيبه تاني، اديني شطفته اهو. وهنحط على الكميه دي كوبايتين ميه كده، حطينا كوبايتين ميه. هنسيبها بقى على النار من بعد الغلي 3 دقايق، ولازم تكوني مغطياها كده. غلت هنسيبها بقى تبرد براحتها بشويش من غير ما نحط عليها عصير الليمون. كده عصير الليمون برد يعني كده بقى حلو. هنحط عليه بقى ايه الليمون بتاعنا، ودي تشرب قبل الفطار او قبل الاكل بنص ساعه لو معدتك كويسه. الوصفه دي هتاخديها على الريق كل يوم قبل الاكل بنص ساعه، وكمان قبل الغدا بنص ساعه، واستمري عليها اسبوع كده، هتنزلك دهون الجسم كله، وكمان هتساعد في نزول دهون البطن. كده خلص الفيديو بتاعنا، شكرا على المتابعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في امان الله.